السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. درسنا النهاردة سنة ثالثة درس الثروة الحيوانية. هنتكلم فيه عن الحيوانات وعن الدواجن وعن الأسماك وعن الرعي وعن كل حاجة تخص الحيوانات. فلو أنت أول مرة تتفرج علينا متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، تصلي على النبي في الكومنتات، تشارك أصحابك الفيديو. ده الدرس الثاني. كنا شرحنا الدرس الأول تاريخ والدرس الأول جغرافيا، وده الثاني إيه؟ جغرافيا. فلو أنت حابب تتفرج عليهم عندنا على القناة وهم موجودين متنساش تعمل برضه قلنا باللايك. يلا نبدا كده يا باشا. قلنا الرعي والانتاج الحيواني في العالم. هنتكلم عن الرعي الاول. والرعي كم نوع؟ الرعي يا مستر معتز نوعين، رعي بدائي ورعي تجاري. هتبدا بايه يا مستر معتز؟ هبدا يا باشا بالرعي البدائي. رعي تمارسه جماعات سكانيه في المناطق الصحراويه في مساحات واسعه في العالم. يبقى البدائي في الصحراء، في المناطق الفاضيه. يبقى تاني، راعي تمارسه جماعات سكانيه في المناطق الصحراويه في العالم. طب يا عم معتز، الصحاري كم نوع؟ الصحاري ثلاث انواع، صحاري حاره وصحاري بارده طندره وصحاري المعتدله. يبقى دلوقتي الرعي البدائي في الصحاري الحاره زي صحراء شبه الجزيره العربيه ودية الشام وشمال افريقيا، دي صحاري حاره. طب صحاري معتدله دول وسط اسيا. طب صحاري بارده هتبقى في اوروبا واسيا حيث يرعى حيوان الرنه. تاني الصحراء الحاره شبه الجزيره العربيه ودية الشام في اسيا، شمال افريقيا. المعتدله هتبقى وسط اسيا. البارده هتكون في اوروبا واسيا حيث يرعى حيوان الرن. طب يا عم معتز، الناس دي بتقل ولا بتزيد؟ قال لك تعالى، تقل اعداد العاملين بحرفه الرعي في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام. تقل اعداد العاملين بالرعي في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام. هتقول له هنا ليه يا باشا؟ هتقول له بسبب تدفق البترول وتوطين البلد. هتقول له بسبب يا باشا تدفق البترول وتوطين البدو، يعني ان هم لقوا البترول وتوطين البدو ان هم يقعدوا. طيب، اللي في وسط اسيا قال له ولا زادوا برضه؟ قله عدد العاملين بالرعي في دول وسط اسيا. قله عدد العاملين بالرعي في دول وسط اسيا. هتقول له بسبب انتشار التعليم بين هذه القبائل وعملوا بالزراعه والصناعه والخدمات. يبقى تاني، في وسط اسيا هنقول له بسبب ايه يا باشا؟ في وسط اسيا هنقول له بسبب انتشار التعليم بين هذه القبائل وعملوا بالزراعه والصناعه والخدمات. طب يا عم معتز، ده كده اولاد الرعي البدائي، ده كده الرعي البدائي. طب ايه اللي عليه الدور بقى يا عم معتز؟ الرعي التجاري. الرعي التجاري بقى مختلف جدا عن اللي احنا بنتكلم عليه. رعي يعتمد على الاساليب العلميه ها الحديثه. ليه يا عم معتز؟ لانتاج الالبان واللحوم. برضه ليه؟ حيث يرعى كل نوع في حيوان في مزارع خاصه به دون الاختلاط بغيره من الحيوانات. يبقى تاني يا باشا، راعي يعتمد على الاساليب العلميه والتخصص في حيوان المرعى الواحد. ليه؟ لزياده انتاج الالبان واللحوم، لم يختلط بغيره من الحيوانات. حلو. قال لك ده يمارس في مناطق الحشائش في العالم. ومناطق الحشائش في العالم هتبقى الاستبس وهتبقى السافانا. يبقى الرعي التجاري موجود فين؟ في حشائش الاستبس وحشائش السافانا. لكن الرعي البدائي موجود فين؟ موجود في الصحاري. الرعي البدائي في الصحاري، والرعي التجاري في مناطق الحشائش. والحشائش عندنا كم نوع؟ نوعين، سافانا واستبس. طيب فين بقى الرعي التجاري؟ هلاقيه فين؟ زي ما كنا لاقيين برضه الزراعه التجاريه والعلميه كانت في الولايات المتحده والدول المتقدمه. فقال لك هنا في الولايات المتحده الامريكيه بامريكا الشماليه في مناطق البراري. مناطق البراري دي يعني حشائش الايه؟ الاستبس. والارجنتين بامريكا الجنوبيه واستراليا. يبقى الرعي التجاري موجود فين؟ في الولايات المتحده الامريكيه بامريكا الشماليه حشائش الايه؟ البراري اللي هي الاستبس. والارجنتين بامريكا الجنوبيه واستراليا. دول ناس عندها رعي اولاد، دي ناس عندها رعي تجاري. طيب انتاج الحيوانات في العالم، طبعا سؤال امتحان، سؤال ابتدائي، سؤال سهل جدا. تعد الثروه الحيوانيه المصدر الرئيسي، يعني هنا يجي يقول لك اهميه الثروه الحيوانيه، تقول له المصدر الرئيسي لانتاج الالبان واللحوم في العالم بجانب الجلود والصوف وغيرها من المنتجات مفيده للانسان. يبقى اهميه الثروه الحيوانيه تقول منتج مصدر لانتاج اللحوم والالبان بجانب ماده خام لانتاج الصوف والجلود وغيرها من المنتجات المفيده في العالم. طب احنا كده ما اتكلمناش عن اي حاجه تخص الحيوانات فعليا. تعالى بس كده قبل ما نتكلم عن الحيوانات ناخد الخريطه بتاعه المراعي. والمراعي بتاعتنا المعتدله والمراعي الحاره، ونتكلم عن الرعي التجاري والرعي البدائي. بص يا باشا،
اي حته يعني دي كده شمال ايه؟ شمال اسيا اهو، شمال قصدي افريقيا، دي كده شمال افريقيا. يبقى دي كده راعي ايه؟ يبقى ده مستر راعي بدائي. طيب احنا رحنا كده عند استراليا، استراليا ما هو ما قاليش غير راعي ايه؟ تجاري. طيب عندي فوق كده يا باشا ها راعي بدائي. ايه تاني يا مستر معتز؟ هنا راعي بدائي. بقول لك ايه؟ احنا نحفظ الراعي البدائي واي حاجه تانيه هتكون ايه؟ ها تجاري. يبقى ده بدائي، ده بدائي، ها ده بدائي. اي حاجه تانيه قدامي ايه يا باشا؟ ها تجاري 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 تجاري، ها تجاري تجاري. يبقى انا لو حفظت اماكن الراعي البدائي يبقى اي حاجه تانيه هتجيلي هيبقى راعي ايه يا عم انت؟ تجاري. طب يلا بينا اللي بعده كده نخش على الانتاج الحيواني. اللي نتكلم دلوقتي عن الحيوانات، وهنتكلم الحيوانات الكتير اللي عندنا. نوعين بس من الحيوانات اللي هنتكلم عنهم، هنتكلم عن الابقار وهنتكلم عن الاغنام اللي هم اكثر الحيوانات انتشارا. لكن في تاني يا مستر، في تاني وهنقول امثلتها بس مش هنشرح حاجه. لكن هنشرح ايه؟ هنشرح اتنين بس اللي هم ايه؟ الابقار والاغنام. طب يا باشا يلا كده بينا، يلا بينا يا عم. الابقار دي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم في العالم، يعني معظم الابقار اللي احنا بناكلها بتبقى لحم ابقار. قال لك المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم لغالبيه سكان العالم، وتدخل بنسبه كبيره في التجاره الدوليه، وتدخل بنسبه كبيره في التجاره الدوليه. اولى القارات والدول: قاره اسيا، قاره اسيا، دوله الهند، القاره الثانيه امريكا الجنوبيه. اولى القارات اسيا، اولى الدول الهند، تاني القارات امريكا الجنوبيه. تاني هقولها اهو: اولى القارات اسيا، اولى الدول الهند، تاني القارات امريكا الجنوبيه. قال لك اهو اولى القارات اسيا، اولى الدول الهند، تاني القارات امريكا الجنوبيه. كده يا باشا عاوز اختمك واقول كده خلصت الافكار. نخش على الاغنام. تربى اغنام من اجل الاستفاده من لحومها وصوفها، من اجل الاستفاده من لحومها وصوفها. صين، صين، هند، استراليا. صين، هند، استراليا. طب انت بتقولهم بالترتيب ولا ايه كلام؟ لا يا باشا، بقول لك الصين، الهند، استراليا كده ترتيب. اقول لك الصين والهند واستراليا بينتجوا المربيين للاغنام ليه؟ تقول لي بسبب ثلاث كلمات: بسبب توفر الحشائش. يبقى الصين، هند، استراليا بيربوا اغنام كتير ليه؟ بسبب ثلاث كلمات: توفر الحشائش، بسبب توفر حشائش. كده يا باشا انا خلصت لك اغنام، كده خلصت لك ابقار. في ناس ثانيه ولا مفيش؟ طبعا انا لسه هتكلم عن ايه؟ الامثله بس اللي موجوده على مستوى العالم. هناك حيوانات اخرى زي الجاموس، زي الابل، زي الماعز، زي الخنازير، زي الرنه. طيب دول موجودين بس بنسب قليله، لكن الاكثر هي الاغنام وهي ايه؟ الابقار. فانا طبعا بتكلم عن الاكثر دايما. طب انا دلوقتي يا باشا هتكلم عن المنتجات الحيوانيه. هنتكلم ايه يا باشا؟ عن المنتجات الحيوانيه. هنتكلم عن اللحوم، هنتكلم عن الالبان، هنتكلم عن الصوف، هنتكلم عن الجلود. ركز معايا يا حبيب قلبي كده. اللحوم المنتج الاول او الرئيسي للانتاج الحيواني. يعني بربي حيوانات عشان رقم واحد الاقي ايه؟ لحمه. اهم الدول الصين، معظم انتاجها خنازير، والثانيه الولايات المتحده الامريكيه. يبقى المنتج الاساسي من الثروه الحيوانيه هو اللحوم، واولى لحوم الصين معظم انتاجها خنازير، والثانيه الولايات المتحده الامريكيه. صدق بالله انا كده خلصت اللحوم. يلا بقى نخش على الالبان. الالبان في سؤال اكمل مهم جدا: المنتج الثاني للثروه الحيوانيه. تاني يا مستر: المنتج الثاني للثروه الحيوانيه. هند، ولايات. مين؟ هند، ولايات. يبقى اولى انتاج البان الهند، تاني انتاج البان الولايات المتحده الامريكيه. طبعا انت شايفك كده عاوز تقول لي الهند المفروض يا مستر هي الاولى في اللحوم، المفروض انت قلت لي هي الاولى في الابقار، يعني المفروض هي الاولى. اقول لك لا، لان معظم الهند هندوس بيعبدون الابقار فبيحرموا ذبحها، وهنتكلم عن النقطه دي لما نيجي نوصل لدوله الهند. طيب يبقى تاني المنتج الثاني للثروه الحيوانيه هو الالبان، والالبان هتبقى الهند، والثانيه ولايات متحده امريكيه. طيب الصوف: يعد صوف الاغنام ماده اساسيه لصناعه نسيج الصوف. تعد صوف الاغنام ماده اساسيه لصناعه ايه يا باشا؟ نسيج الصوف. يعني بنصنع الصوف من صوف الاغنام. استراليا والصين، استراليا والصين. يبقى في الاغنام استراليا، صين. استراليا ليه؟ بسبب وجود اغنام المارينو الشهيره بغزاره الصوف، بسبب اغنام المارينو الشهيره بغزاره الصوف. طيب يبقى انا هعيد بقى بسرعه كده، هعيد بسرعه: اللحوم صين ولايات. طب البان
هند ولايات. طب شوف استراليا صين. طيب هنتكلم دلوقتي عن الجلود وتقوم عليها صناعه دبغ الجلود وتصنيعها بس. احنا بنعتمد على الجلود في ان انا بصنع منها الاحذيه والشنط. تمام يا عم معتز، كده يا جدعان مفيش اي مشكله في الحته دي. تقول لي لا يا مستر مفيش اي مشكله. تدخل اللحوم في التجاره الدوليه، ركز معايا، بنسبه 8%. يعني احنا بنتكلم عن اللحوم المستورده قد ايه؟ 8% من اللحوم المستورده. يبقى تدخل اللحوم في التجاره الدوليه بنسبه 8%. زاد استهلاك اللحوم في السنوات الاخيره. ايوه يا عم معتز، زاد انتاج اللحوم في السنوات الاخيره يا باشا. نقول له بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. يبقى طيب مصر تنتج من الالبان كما مستر معتز؟ مصر تنتج من الالبان 6 مليون طن. بيكفي ولا ما بيكفيش؟ ما بيكفيش يا دولي. هتقول له ليه؟ يبقى بسبب زياده السكان وزياده الاستهلاك. عددنا كتير وبنشرب لبن كتير، يبقى بسبب زياده الاستهلاك وزياده اعداد السكان. يبقى انا هنا عندي 3 اسئله. تدخل لحوم في التجاره الدوليه بنسبه 8%. زياده معدل استهلاك اللحوم في السنوات الاخيره نقوله بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. مصر تنتج قد ايه من الالبان؟ مصر تنتج 6 مليون طن من الالبان سنويا. بيكفي؟ طبعا ما بيكفيش. هتقول له ليه؟ تقول له بسبب زياده السكان وزياده الاستهلاك. الانتاج العالمي للدواجن. كده احنا خلصنا اللحوم خلاص وخلصنا الحيوانات. هنخش يا باشا في الدواجن اللي هي الفراخ. تساهم بسد حاجات السكان من الغذاء والبيض، اللي هو اللحوم والبيض. يبقى احنا دلوقتي بنعتمد على الفراخ في بيضها وكمان لحومها، اللي هي بديل اللحوم الحمراء. هتقول لي يا مستر معتز اولى الدواجن ولايات والثانيه الصين. يبقى انا دلوقتي دواجن ولايات صين، دواجن ولايات صين، دواجن ولايات صين، دواجن ولايات صين. عكس اللحوم كانت صين ولايات، يبقى الدواجن ولايات صين. طب يا عم معتز وايه تاني؟ هنخش يا باشا في ايه تاني؟ هنخش في اخر حاجه عندي في الدرس وهو الانتاج السمكي. ناكل سمك كتير. يا باشا الانتاج السمكي اهميته الغذاء الرئيسي لمعظم سكان العالم، خاصه المناطق الساحليه. تاني، لانتاج الغذاء الرئيسي لاغلبيه سكان العالم وخاصه المناطق الساحليه. يعني اكتر حد بياكل سمك هم مين؟ هم اولاد المناطق الساحليه، اسكندريه، راس البر، المناطق الساحليه بشكل عام. عشان كده لما بتروح تصيف يا باشا بتكتروا في السمك. تمام، عشان انت هتشوف حاجات هناك كتيره انت ما اكلتهاش. يبقى الغذاء الرئيسي لكثير من سكان العالم وبخاصه المناطق الساحليه. طب يا باشا اللي بعد كده بقى اولاد العوامل اللي ساعدت او العوامل تطوير حرفه الصيد. وبدل اتكلمنا وقلنا عوامل حرفه الصيد فتبقى عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. طب يا باشا هيجي يقول لك العوامل الطبيعيه، تقول له انت ضحاله المياه الساحليه وغناها بالموارد الغذائيه. تقول لي اصلا يعني ايه ضحاله المياه الساحليه وغناها بالموارد الغذائيه؟ اقول لك يعني الميه منخفضه يقدروا يصطادوا هم واقفين في الميه، وغناها بالموارد الغذائيه مليانه اكل. مليانه اكل يبقى مليانه سمك. يبقى اول حاجه ايه بقى؟ ضحاله المياه الساحليه وغناها بالموارد الغذائيه. التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده. التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده اولاد ان هو الموج بيخبط في بعضه حركه جامده جدا جدا تحرك الميه من قاع البحر، فالسمك بيجري ياكل عليها، بنقوم احنا نصطادين. يبقى واحد ضحاله المياه الساحليه وغناها بالموارد الغذائيه. 2 التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده. توفر المواني لرسو سفن الصيد. توفر المواني لرسو سفن الصيد. و4 وفرة الخبرات الفنية في صناعة المراكب وأدوات الصيد والثلاجات. و4 وفرة الخبرات الفنية في صناعة أدوات الصيد والمراكب والثلاجات. والتوسع في تربية الأسماك على أسس علمية حديثة، اللي هي سمك المزارع اللي احنا بقينا بنعتمد عليه، ومعظم العالم اصلا بقى بيعتمد على مزارع الاسماك. يبقى الطبيعيه تاني ضحاله المياه الساحليه وغناها بالموارد الغذائيه. التقاء التيارات البحريه الدافئه مع البارده. وفره المواني لرسو سفن الصيد، ودي تمشي طبيعيه وتمشي بشريه. و4 وفره الخبرات الفنيه في صناعه المراكب وادوات الصيد والثلاجات. و5 التوسع في تربيه الاسماك على اسس علميه حديثه. طيب مصايد الاسماك يا باشا. مصايد الاسماك يا برنس الجيل بتكون على سواحل، انا هكلمك على القارات الجامده، الناس اللي هي بتصدر. تمام، تنتشر مصايد الاسماك على سواحل القارات، لان اولاد سواحل القارات بتكون على محيطات، فبيبقى الصيد هناك كتير، بيبقى السمك هناك كتير جدا.
فقال لك يا باشا تنتشر مصايد الاسماك على سواحل القارات مثل سواحل شمال غرب اوروبا، سواحل امريكا الشماليه، سواحل امريكا الجنوبيه، سواحل شرق وجنوب شرق اسيا. تاني بينتشر الصيد على سواحل شمال غرب اوروبا، سواحل امريكا الشماليه، سواحل امريكا الجنوبيه، وسواحل شرق وجنوب شرق اسيا. هيقول لك بما تفسر انتشار الصيد على سواحل القارات او في اي حته من اللي احنا قلناهم، هتقول له بسبب توفر العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه. اهو نتيجه توفر العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه التي ساعدت على تطور حرفه الصيد. يبقى نتيجه العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه التي ساعدت على تطور حرفه الصيد. كده احنا خلصنا دي. لسه يا برنس الجيل تعالى الانتاج العالمي من الاسماك. نص انتاج السمك بنجيبه من المياه المالحه اللي هي بحار ومحيطات. تلت السمك بنجيبه من مزارع تربيه الاسماك. الباقي بنجيبه من المياه العذبه اللي هي الانهار والبحيرات العذبه. يبقى تاني نص الانتاج من المياه المالحه، تلت الانتاج من مزارع الاسماك، الباقي بنجيبه منين يا باشا؟ من المياه العذبه زي الانهار والبحيرات العذبه. طب مين الدول؟ لا، عاوزك تركز في موضوع الدول دي بقى، لان في دول انتاج وفي دول تصدير، ودي يا نجم غير ديت. هنتكلم عن مين دلوقتي يا مستر معتز؟ هنتكلم قال لي عن المنتجه، هنقول له صين وولايات اندونيسيا. انتاج صين وولايات اندونيسيا. يبقى الانتاج صين وولايات واندونيسيا. الانتاج يا باشا الصين هي الاولى، اندونيسيا الثالثه، والولايات اندونيسيا الثانيه والولايات الثالثه. يبقى الصين اولى دول العالم انتاجا للاسماك. هيقوم جاي قايل لك بما تفسر، تقول له انت من مصائدها على المحيط الهادي من الانهار والبحيرات ومزارع تربيه الاسماك. تاني من مصائدها على المحيط الهادي من الانهار والبحيرات ومزارع تربيه الاسماك. عندي كمان اندونيسيا والولايات منتجين للاسماك. منتجين للاسماك هتقول له بسبب ايه يا باشا؟ طول سواحلها على البحار والمحيطات وتقدم وسائل الصيد. طول سواحلها على البحار والمحيطات وتقدم وسائل الصيد. يبقى اولى انتاج الصين، ثانيه اندونيسيا، ثالثه ولايات متحده الامريكيه. مش شرط نلاقي دمت في التصدير، بس الصين هتبقى موجوده. تمام؟ لان انا قايل لك دي انتاج، يبقى انتاج الصين اندونيسيا ولايات، انتاج الصين اندونيسيا ولايات، انتاج الصين اندونيسيا ولايات. ماشي. وايه تاني يا عم معتز اهم الدول المصدره للاسماك؟ المصدره الصين، نرويج، تايلاند. مصدره الصين، نرويج، تايلاند. مصدره الصين والنرويج وتايلاند. والنرويج دي فين يا عم معتز؟ النرويج دي في اوروبا. يبقى الصين، نرويج، تايلاند. يبقى النرويج من الدول المصدره للاسماك، صح. النرويج من الدول المصدره للاسماك، صح. منتجه ما جابش سيرتها بس اكيد يعني. تايلاند منتجه مصدره للاسماك، والصين منتجه ومصدره للاسماك. طبعا بيوجد بجانب الاسماك اللي بنطلعها من البحار والمحيطات والانهار ومزارع، توجد احياء بحريه اخرى بجانب الاسماك. احياء بحريه اخرى بجانب الاسماك وبيستخدمها الانسان كغذاء له. زي مثلا ايه؟ القشريات مثل الجمبري، احنا بناكل جمبري. القشريات مثل الجمبري. رخويات مثل الصبيط. رخويات مثل الصبيط وبناكل صبيط. الحيتان للاستفاده من لحومها وشحومها، ودي بنجيبها من المحيطات. يبقى ركز ان الحيتان من محيطات، الحيتان من المحيطات، الحيتان من المحيطات، الحيتان من المحيطات، بنستفاد منها في لحومها وشحومها. تقول له يا مستر الكلام ده مش عندي في مصر، ما عنديش حيتان في مصر. لك ما عندكش حيتان في مصر، بس يا حبيب قلبي البلاد اللي على المحيطات هي اللي عندها حيتان وهي اللي بتعمل الكلام من ده. بس ما فيش حد يا جماعه بيشتري حوت عشان ياكله. الحوت بيتباع كيلوات زي اللحمه، عاوز 2 كيلو، عاوز 3 كيلو، عاوز كده يعني. تمام؟ بكده نكون وصلنا لنهايه درس النهارده. فلو انت اول مره تتفرج علينا ما تنساش تعملنا باللايك واشترك في القناه، صلي على النبي في الكومنتات، شارك اصحابك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.